الهلال السوداني فاكر لنفسه تاريخ، الهلال السوداني فاكر لنفسه تاريخ وهو بيتكلم على النادي الاهلي. انتوا متخيلين؟ اولا قبل اي كلام، انا كلامي بعيد تماما عن شعب السودان، شعب السودان كله على راسي، انا كلامي موجه للهلال السوداني وادارته بس. والنادي المريخ السوداني يا ريت الهلال يتعلم منهم حاجه. وهقول ايه؟ يعني هقول ايه كمان اللي المريخ بيعمله والهلال مفتقده تماما. اولا الهلال بيتكلم عن التاريخ. تاريخ ايه اللي بتتكلم عنه حضرتك؟ هو انت ليك تاريخ؟ ده انت تاريخك كله جوه السودان، تاريخك كله اوضتين وصاله. تاريخ النادي الاهلي تاريخ عالمي، تدخل كده على كل الصحف العالميه والمواقع العالميه تلاقي النادي الاهلي منشط رئيسي. النادي الاهلي بطولاته اقل بطوله الاهلي بيلعب فيها، اجمالي البطوله اللي هي في البطوله الواحده قد كل اللي انت خدته. خدت ايه؟ يعني بطولات محليه انت واخد 29 دوري و9 كاس. النادي الاهلي في الكاس بس واخد 37 بطوله قد بطولاتك كلها. انا اصلا لو قلت لك بطولات النادي الاهلي، في بطولات انت مش هتسمع عنها، ما تسمعش عنها غير لما النادي الاهلي حصل على كذا. بس النادي المريخ اصلا محليا احسن منك. نادي المريخ واخد 25 كاس و22 دوري، يعني واخد 47 بطوله، انت واخد 38 بطوله، ادي كل اللي انت واخده اول عن اخر. افريقيا انت واخد ايه؟ افريقيا كل افضل انجاز عملته، وصلت نهائي دوري الابطال مرتين، مره سنه 87 والاهلي اداك على عينك وكسرك واخد البطوله منك، و92 في افضل فتره لنادي الهلال في وجود وليد الدين محمد اتغلبت من الوداد والوداد اخذ البطوله منك في النهائي. هو ده افضل انجاز ليك، افضل انجاز. اخرك دوري المجموعات، ده دول الاربعه ده وصلت في حياتك من سنه ما تاسست سنه 1930 لحد النهارده 4 مرات. ده دول الاربعه، النهائي ده مرتين في حياتك. نادي المريخ افضل منك على الاقل. نادي المريخ حقق في يوم من الايام بطوله قاريه، حقق كاس الكؤوس سنه 89. انت حققت ايه؟ انت ولا ليك اي صفه. انت ما بتعرفش في يعني الضيافه لها اصول، انت مغيب عنها. نادي الاهلي ده لما جينا عندك انت ضربت اللعيبه، اهنتونا بعد الماتش، طلعت تصريحات ما تصحش تتقال. ده انت عشان تكسب واحنا قلنا ان لعبتنا كانت وحشه. الطبيب بتاع الفريق بيرش بنج على وش محمد عبد المنعم. انت عارف يعني عارف اللي انت عملته ده؟ عارفين اللي انتوا عملتوه ده ايه؟ وبعد الماتش الجهاز بتاعك يضرب علي لطفي حارس مرمى النادي الاهلي. ده ليه؟ ده انتوا عمركم ما جيتوا مصر الا لو شفتوا افضل ضيافه، وعمرنا ما عملنا كده ولا هنعمل، لان ولا تربيتنا ولا اخلاقنا يسمحوا لنا ان احنا نعمل كده. تعالى الاول اكلمك على التاريخ بس، اصل انت فاكر لنفسك تاريخ. من اسبوع نزل التصنيف العالمي، فدخلت عشان اشوف الاهلي وضعه ايه، لان طبيعي انا عارف الاهلي في الصفحه الاولى، دي 20 فريق، ده عشان انت ما تعرفوش اصلا، يعني ما بتسمعش عن التصنيف العالمي ده. في الصفحه الاولى دي 20 فريق، الاهلي رقم 11 عالميا، الاهلي 11 عالميا، والاول افريقيا والاول عربيا. انت فين؟ انا قعدت ادور عليك مش لاقيك. اعدي اول صفحه، تاني صفحه، تالت صفحه، رابع صفحه، انا وصلت لرقم 100 مش لاقيك. في الاخر كده في الصفحه السادسه ببص لقيتك واقع كده في وسط فرق انا ما اعرفهاش اصلا. 104 عالميا. انت مين عشان تتكلم على تاريخ النادي الاهلي؟ انا مدلل؟ ازاي مدلل؟ انا ازاي مدلل في افريقيا؟ طيب لما انا مدلل في افريقيا حققت البطولات دي كلها في افريقيا. لما رحت كاس عالم انا تاني فريق على مستوى العالم بطولات المشاركه في كاس العالم للانديه، والاول على العالم حصولا على بطولات. حسن الضيافه ده احنا شفناه من المريخ لما قابل الزمالك في ليبيا، الملعب واحد بيتمرنوا عليه، بيسلم على اللعيبه بالاحضان وبالتحيه ويتبادلوا مع بعض السلام وكل حاجه، وكل الدنيا كلها كويسه، وده يسلم النادي ده الملعب لده وده يسلم الملعب لده والدنيا زي الفل. لكن انت عملت معانا ايه؟ ما شفناش منكم غير كل سوء معامله. يا راجل ده انت المريخ ابن بلدك طلب يلعب على ملعبك عشان الملعب بتاعه ممنوع ان يلعب عليه، ومعرفش برضو ليه رفضتوا ابن بلدك يلعب على ملعبك. انتوا متخيلين؟ ده انت مالكش خير في ابن بلدك، هيبقى ليك خير فينا ولا في غيرنا؟ احب اعرفك بس
ان احنا البطولات اللي احنا اخدناها لما تحب تعرف عنها حاجات، لما تعرف بس كده بطولات النادي الاهلي، اقول لك ما تعملش سيرش على لا 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 لا، افتح الصحف العالميه هتلاقي الاهلي منشط كده في كل الصحف العالميه. الاهلي منشط رئيسي كده في كل الصحف العالميه. النادي الاهلي ده 3 برونزيه كاس عالم للانديه اللي انت ما بتسمعش عنه اصلا، انت ما بتسمعش عنه. انت تقريبا انت بتضرب الشفره عشان تتفرج على النادي الاهلي، تتفرج على النادي الاهلي وده اخرك، بس مش تتكلم عن النادي الاهلي. لما انت كسبت النادي الاهلي عملت ضجه غير طبيعيه وده حقك، لان مش اي حد يكسب النادي الاهلي. النادي الاهلي ده لما بيبقى في كبوه وفي ضغط المباريات، انا جاي لك من مشاركه كاس عالم مجهد تماما تماما. لعيبه الاهلي في ماتش الهلال ده ما كانتش لعيبه الاهلي اللي لعب مع ريال مدريد وفلامينجو وسياتل الامريكي واوكلاند سيتي، لا مش ده اللي كان بيلعب هناك، بس هو لعيب مجهد، اللعيبه مجهده، فكان من الطبيعي ان انت تكسبني، وبتلعبني الساعه 3 العصر، فبالطبيعي ان انت تكسبني. وبعد الماتش الاقي تصريحات غير مسؤوله من مسؤولين الهلال، يعني ايه بهدي الفوز لمرتضى منصور وعمرو اديب؟ ايه مش فارق معانا الكلام اللي انت بتقوله، بس ده تصريح يدل على ثقافتك، ده تصريح يدل على ثقافتك بس مش اكتر من كده. حتى التصريحات اللي في صحيفه المنتدى تصريحات كمان غير مسؤوله، بيتكلم على النادي الاهلي بطريقه اللي هو يعني بيتكلم على ان الشناوي اعتدى على طبيب نادي الهلال. طب ما تقول ليه اعتدى عليه؟ ليه ما تقول للجهاز الفني للهلال عمل ايه مع حارس الاهلي علي لطفي؟ ما تقول ده انت عشان تكسبني عملت رشيد بنج على وش لعيب نادي الاهلي. هو تفتكروا الموضوع ده هيعدي تعديل الكرام كده مع اداره النادي الاهلي؟ لا، النادي الاهلي النهارده تقدم بشكوى رسميه للاتحاد الافريقي ضد اللي انتوا عملتوه، وهنشوف بعد كده الاهلي هيقدر ياخد حقه ولا مش هياخد حقه. احنا ما بناخدش حقنا غير بالقانون وبالرسمي، احنا عمرنا ما كنا فتوات ولا بنفتح صدرنا ولا الكلام ده. ولما تيجوا مصر هتشوفوا الترحاب واجمل استقبال هتشوفوه في حياتكم، هتشوفوه في مصر ماشي. وكل التحيه لنادي المريخ وادارته وجمهوره على استقباله لنادي الزمالك. نتمنى ان الهلال يتعلم من نادي المريخ، واشوفك على خير ان شاء الله في القاهره. وما تيجي هتشوف احسن معامله واحسن استقبال، بس هعلم عليك وهكسبك في الماتش بنتيجه مش هتنساها للتاريخ. ماشي؟ سلام.